سلام، مرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة حكاية الكتابة. في الحلقة الأولى شفنا كيفاش الإنسان نقش ورسم وبدا الكتابات كالمسمارية والهيروغليفية، وفي هذه الحلقة غنتعرفوا على بعض التقنيات والطرق اللي كان الإنسان القديم كيعتمد عليها باش يكتب الكتابات ديالو، وكيفاش قدر الإنسان الحديث يفكك الرموز ويفهمها. غنبداو بالكتابة المسمارية. قلنا أن السومريين اضطروا أنهم يخترعوا نظام علامات باش يسجلوا كميات القمح وعدد الأغنام وأسماء التجار إلى آخره، ولكن نقش الحجر كان كيتطلب وقت ودقة. كانوا كيستعملوا أقلام من القصب وكيضغطوا بها فوق ألواح من طين طري ومميز، ومن بعد كتنشف ديك الألواح وكتولي قاصحة بحال شي حجر وتيحافظوا عليها حتى يحتاجوها. وهكذا تميزت الحضارات القديمة في بلاد الرافدين بأنها حضارات اللي خلات ديك الألواح المسمارية. دابا نمشيو للحضارة المصرية القديمة، حتى هما نفس الشيء، اضطروا يخترعوا نظام علامات اللي تسمات من بعد بالهيروغليفية، وهكذا حتى هما ابتكروا طريقة أخرى يكتبوا بها كتاباتهم في وقت قصير ويحفظوها. وهنا ابتكروا صناعة الأوراق، تصنعوها من نبات مميز سميتو نبات البرزيل. ولي إشارة، مصطلح بيبر بالإنجليزية الأصل ديالو يوناني، جا من كلمة بابيروس اللي كتعني باليونانية نبات البرزيل. السؤال المطروح دابا هو كيفاش كانوا المصريين القدام كيكتبوا على ديك الأوراق اللي ابتكروها. ديك الوقت ابتكروا حتى المداد، كانوا كيصنعوه من الفخر مخلوط مع شوية الماء وشوية تاع السمخ، وكانوا تيستعملوا حتى شي الوان طبيعيه خاصه الاحمر، ولكن اللون الاحمر تيكتبوا به غير العناوين الرئيسيه وشي كلمات مهمه. دابا غنتعرفوا على كيفاش قدر الانسان الحديث يفك ويفهم ديك الرموز القديمه المسماريه والهيروغليفيه. نبداو بالمسماريه. اول واحد فكر في مساله فك الرموز المسماريه هو واحد المستكشف ورياضياتي الماني سميتو كارستن نيبور. هذا المستكشف عاش اول حياته كمزارع وفلاح بسيط، ومن بعد كان عنده ميول للرياضيات ومشى يقراها في الدنمارك، وتما اقترح عليه واحد الاستاذ من الاساتذه ديالو انه يشارك في واحد الرحله علميه امر بها ملك الدنمارك ديك الساعه اللي سميتو فريدريك الخامس، وغتكون رحله للجزيره العربيه وسوريا ومصر. اثناء ديك الرحله المستكشف نيبور استثار الفضول ديالو ملي زار مدينه استخر، مدينه ايرانيه حاليا، ولقى فيها الواح قديمه تكتبت بالمسماريه، واستنسخ ثلاثه الالواح اللي كان كيتقال عليها انها نفس النص، غير مكتوبين بثلاثه الكتابات مفهوماش، الاولى بالمسماريه والثانيه بالعلاميه وهي واحد الكتابه فارسيه قديمه، والاخرى مكتوبه بالاشوريه. نيبور دا معاه ديك النسخ ونشرهم وبقاو كلغز مشترك تيحاولوا يفكوه. من بعد جهود مشتركه ديال مجموعه من المستكشفين وعلماء الاثار قدروا اخيرا يفكوا ديك الرموز. اما الهيروغليفيه حتى هي تفهمت غير بالصدفه بعد ما اكتشف جندي فرنسي من حمله نابليون بونابرت واحد الصخره كبيره عامره نقوش، اكتشفها في واحد المدينه سميتها رشيد، وتسمات ديك الصخره حجر رشيد. ديك الصخره كان منقوش عليها نص بثلاثه الكتابات، الهيروغليفيه والديموطيقيه وحتى هي كتابه مصريه قديمه واليونانيه. واخا كانت اليونانيه مفهومه ولكن بقاو الكتابات الاخرى لغز غامض حتى واحد ما قدر يفهمو. جا عالم لغويات فرنسي سميتو شامبليون وكان مهووس باكتشافات الاثار، واطلع على حجر رشيد فهم ان الهيروغليفيه ماشي غير رموز دينيه ولكن فيها حروف صوصيه. تعلم اليونانيه اللي كانت معروفه ديك الوقت وتقنها، وبقى مع حجر رشيد حتى قدر يفهم الترجمات الاخرى، وهكذا قدر شامبليون يفك رموز الهيروغليفيه. اذا باش قدر الانسان الحديث يفك الرموز القديمه لجا للتراجم خلاتها حضارات قديمه حتى هي، ولكن احدث بالنسبه للحضارات اللي نقشت ديك النقوش، وهكذا قدر الانسان الحديث يفك رموز الكتابات القديمه. من بعد المسماريه والهيروغليفيه غنشوفوا في الحلقه الجايه كيفاش غادي تزيد تطور الكتابه اكثر فاكثر، وتولي عندنا مكتبات كبيره كتحتفظ على الواح ومخطوطات قديمه.